قبل كل ماتش الراجل ده بيبلع 30 بيضة. قبل ما يلعب كورة كان مصارع سومو. هو مؤمن جدا إن البيض بيديه قوة. المدرب بيزعق له وبيقول له إنه مجنون، والمدرب بيحذره إنه هيجي يوم ويندم، بس هو مش مهتم وبيكمل يرزق بيض. الماتش بيبدأ بسرعة، ولأنها أول مرة يظهر فيها العملاق بيقف في مكان غلط. اللاعب الأسود اللي جنبه بيحاول يرجع مكانه، بس الاتنين خبطوا في بعض. العملاق افتكر إنه بيستفزه، على طول ماسكوا في بعض. الكوارتر باك بيتدخل علشان يهدي المشكلة. التوتر بيروج أخيراً والماتش يكمل. الكوارتر باك بيرمي الكورة، بس بيتصدى قدامه عملقة. الكورة تقع على الأرض، العملاق يلقطها جنب منه. العقبة الوحيدة اللي باقية هي زميله الأسود. هم نسيوا خالص الخناقة اللي بينهم. الزميل بيشيل كل المدافعين من قدامه، والعملاق بيتقدم زي دبابة ويجري على طول ناحية منطقة النهاية. المدرب يحذر الفريق كله إنهم يرموا نفسهم على العملاق. ناس كتير بتحاول توقعه على الأرض، بس ده حتى ما بيبطأش، شايل 4 أو 5 لعيبة على ظهره. يعدي خط الجول ويسجل. في اللحظة دي الاتنين يدفنوا خلافهم ويرقصوا مبسوطين مع بعض، والكابتن بيجهز الهجمة اللي جاية. فجأة العملاق يرجع كل البيض. الريحة المميتة تخلي كل الناس تجري، وتتحقق نبوءة المدرب